السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم مرة تانية في أميرة برو أكاديمي. النهاردة الدرس السادس من كورس أدوب بريمير برو من الصفر للاحتراف. في الدرس اللي فات خلصنا أهم أدوات التايم لاين وركزنا على أدوات القص والتعديل السريع. خدنا الريبل إيديت تول، أفكركم بيها. كنا بندوس بي عشان نجيبها الشورت كات بتاعها. الأداة دي بتقص جزء من الفيديو وبتحرك في نفس الوقت باقي الكليبات تلقائيا عشان تسد الفراغ اللي القص عمل. تعال ندوس حرف بي ونشوف. بنشد كده واللي بيحصل انها بتقص الفيديو اللي احنا واقفين عليه وبتنقل بقية الفيديوهات بحيث انها تتنقل تلقائي ورا. وخدنا الأداة ريلينج إيديت تول اللي هي ان بتغير نقطة القص بين كليبين من غير ما تغير طول التايم لاين. يعني انا عايزه الفيديو الاحمر ده محتاجه ان انا اطوله في نفس الوقت في الخط الفاصل اللي بينه وبين الفيديو اللي بعده، ان هو لما باجي يمين بقصر الفيديو الاصفر ولما باجي شمال بقصر الفيديو الاحمر في نفس الوقت ان انا بعمل العكس في الفيديو اللي قبل او اللي بعد. يعني زي ما انت شايف انا هنا كده لما جيت شمال قصرت الفيديو اللي قبل اللي هو الأحمر وطولت الفيديو الأصفر. خدنا كمان خدنا سلايد تول. فين الأداة سلايد تول؟ خدنا بندوس حرف واي الشورت كات بتاعها، بتغير الجزء الداخلي من الكليب من غير ما تغير مكانه على التايم لاين. يعني الكلام ده أنا مثلا ما شد الفيديو ده كده، اللي بيحصل بداية الفيديو بادية عند وهو لسه هيصب القهوة، ونهايته ان هو وصل مشهد متوسط زي ما احنا شايفين. دي النهاية بتاعت الفيديو. طب انا محتاجة ان انا اغير من غير يعني اعدل في الفيديو من غير ما اغير الزمن بتاع التايم لاين. فانا بشد كده واشوف. طبعا هنا بيوريك الجزء اللي على الشمال بداية الفريم والجزء اللي على اليمين نهاية اخر فريم هيظهر. طبعا انا بشد يمين او شمال لحد ما اوصل للنتيجة اللي انا عايزاها. بشد كده واجي اشوف في الاخر زي ما انتم شايفين وصل لان هو مشهد القهوة كبير. تعال نشوف العكس. لو انا عملت كده اتغير اخر مشهد بقى اول فريم بالشكل ده واخر فريم بالشكل ده. تعال نشد العكس. لو جيت شمال كده هتلاقي الشكل برضو اختلف معايا من غير ما الفيديو يتغير الزمن بتاعه على التايم لاين. الأداة سلايد تول. الأداة سلايد تول بتحرك الكليب يمين وشمال. يعني أنا دلوقتي عايزة الفيديو ده ما يعملش، لا ما عدلش فيه، لكن أنا هعدل في الزمن بتاع بقية الفيديوهات اللي قبله واللي بعده. يعني مثلا بحرك بدوس يو أو أدوس على الأداة من الأدوات وابتدي أشد الفيديو، أجيبه يمين أو شمال. اللي بيحصل إن أنا لو جبته شمال هيأثر من الفيديو اللي قبله، ولو جبته يمين هيأثر من الفيديو اللي بعده. هيطول طبعا في الفيديو اللي قبله من غير طبعا ما اعدل اي حاجه، لا زمن الفيديو ولا الشكل اللي موجود، شكل الفريمات اللي موجوده عندي. اهم فكره في الدرس السابق ان الادوات كلها هدفها تعديل الفيديو بسرعه وبدقه داخل التايم لاين بدون اعاده ترتيب المشروع من البدايه. يعني بدل ما اشتغل بايدي يدوي اقعد انقل واشد وضيع وقت في الموضوع ده، فالادوات دي بتسهل عليا وبتسرع الموضوع وبتخليه دقيق جدا. الدرس الجديد بقى النهارده هنكمل على نفس المستوى ده، لكن هنشتغل على ادوات اقوى بتدخل في السرعه والصوت والكتابه والرسم داخل الفيديو. اول اداه عندي اداه ريت ستريتش تول. فين الاداه دي؟ اداه ريت ستريتش تول اللي هي دي. طيب اللي هي ثالث أداة موجودة عندي في في الأدوات هنا. تمام. الشورت كات بتاعها طبعا R زي ما هو موجود. أي حاجة شورت كات عايزين نعرفه هنقف على
الأداة وهيبان عندنا الشورت كات بتاعها جنبها. بتعمل إيه الريت ستريتش تول؟ بتغيّر سرعة الكليب. طبعًا إحنا دخلنا بقى في مستوى تاني إن إحنا السرعة بتاعة الكليب نفسها هنغيّرها. طيب قبل ما نشرح الأداة دي لازم نفهم سرعة الكليب دي معناها إيه. يعني مثلًا أنا عندي الفيديو ده هاجيبه كده شمال عشان تشوفوه. الفيديو ده طويل زي ما أنتم شايفين كده، بس إحنا كنا إيه، قاصين منه جزء بحيث إن هو يظهر لحد هنا. طبعًا إحنا هنطوّله كده. طبعًا كل اللي عملناه قبل كده إحنا بنقصّر، بنغيّر مكان الفيديو، بنغيّر الفريمات اللي موجودة اللي بتظهر عندي. لكن النهارده بقى نخش في حاجة بقى إيه، أعلى شوية اللي هي speed duration. إيه حكاية speed duration؟ أنا لو عندي الفيديو ده وعايزة أخلّيه سريع أو أخلّيه بطيء، يعني أعمل له slow motion أو أخلّيه أسرع شوية، أدوس كليك يمين وأدوس على حاجة اسمها إيه speed duration. إيه حكاية speed duration؟ هنا السرعة 100%. لو أنا غيّرت في الرقم اللي موجود هنا خلّيته مثلًا 50%، إيه اللي بيحصل هنا؟ دوست أوكي، هتلاقي إن الtimeline طوِل أوي. ده معناها إيه؟ إن السرعة قلّت، السرعة قلّت. طيب أنا لو عايزة أزوّد السرعة، تعالوا نشوف مثلًا مرّة تانية speed duration وخلّيتها مثلًا بدل 150 أخلّيها 150. إيه اللي بيحصل؟ السرعة إيه، الtime طبعًا الtimeline بيقل لإن نتيجة إن السرعة بتزيد، فلازم الفيديو يقل، لإن الtime بتاعه يقل، لإن طبعًا السرعة عكس إيه، الtime. طيب لو أنا جيت بصّيت كده وشغّلت هتلاقي إيه، السرعة زادت شوية. طبعًا في الفيديو الأصلي لو أنا عملت ده 100 أهو، هتلاقي إيه، السرعة دي السرعة بتاعة الفيديو الأصلية اللي هي 100%. طيب أنا لو محتاجة بقى إن أنا عايزة زمن معيّن، يعني عايزة أحدد هنا الduration ده الtime أو المدة الزمنية اللي بيظهر فيها الفيديو. لو أنا عايزة أحدد زمن معيّن، ممكن طبعًا أنا أشِد بإيدي كده. طبعًا ده لأي حاجة أي تعديل هنا بيتعدل في الspeed هنا. يعني طبعًا هنا بازوّد الtime طبعًا بتقل السرعة والعكس. أي تغيير في الرقم اللي هنا بيتعدل في إيه، في الفيديو. لو دوست أوكي زي ما أنتم شايفين بيعدّل في الفيديو، يعني أنا أسرّع أو أقلل براحتي من إيه speed duration. طيب في حاجة كمان في الspeed duration، عندي حاجة اسمها إيه reverse speed. طيب إيه حكاية الreverse speed دي؟ تعالوا ندوس كده ونشوف هيحصل إيه لو دوسنا عليه ودوسنا إيه. طبعًا عايزة ألغي المربع ده عشان لسه إيه هاشرح لكم ده بيعمل إيه بالضبط. فأنا reverse frame، تعالوا نعكس ونقول أوكي كده ونشوف هيعمل إيه. إيه اللي حصل إن إيه عكس لي الفيديو، يعني بعد ما كان الفيديو الطيارة بتيجي من اليمين للشمال بقى إيه العكس. يبقى أنا الspeed duration بيعكس لي الفيديو. إيه حكاية الmaintain audio pitch؟ بتعمل إيه الmaintain audio pitch؟ طبعًا أنا مش متفعّلة لإن ما عنديش صوت على في الفيديو ده. تعالوا نشوف كده أي فيديو فيه صوت وليكن مثلًا طبعًا هنا الفيديو ده فيه صوت. هنشوف الspeed duration هتلاقي إيه ظهر عندي الاختيار أقدر ساعتها أعمل إيه، أعلّم عليه. لمّا أفعّل الخيار ده البرنامج هيحافظ على طبقة الصوت الطبيعية. يعني أنا عندي الصوت في الفيديو صوت الناس اللي موجود أو الموسيقى طبعًا أنا عايزة أقلل الموسيقى شوية عشان طبعًا الaudio gain بنقلل الموسيقى شوية خلّيها -5 هتقل شوية ما تبقاش عالية كده عشان تسمعوني. شايف الصوت هنا عامل إزاي؟ لو أنا قررت كده أدوس speed duration من غير ما أكون معلمة على الmaintain audio pitch إيه اللي هيحصل؟ تعالوا نشوف لو أنا خليتها مثلًا 50% وجيت شغّلت، طبعًا زي ما أنتم سامعين الصوت باظ خالص عندي، ما بقاش إيه بقى الصوت مش هو اللي أنا إيه
الطبيعي. فانا اللي بعمله بعلم على في السبيد ديوريشن على المين تين اوديو تايم ده عشان يثبت لي الصوت ما يغيرش فيه. فلما ادوس اوكي هنا طبعا انا عايزه الاول اقلل او ازود. طبعا التعديل براحتك من الديوريشن او من السبيد براحتك. انا هقلل التايم فالسرعه هتزيد، فاقول اوكي واجي اشغل. طبعا الصوت طالما معلمه على ده فالصوت ايه محتفظ بايه بانه واضح او الصوت الاصلي بتاع الفيديو نفسه، من غير ما ابوظ الايه الصوت واخليه الصوت حاد او غليظ يبقى يبوظ لي ايه الصوت اللي هسمعه. طيب في ايه تاني هناخده في السبيد ديوريشن؟ ايه بقى حكايه الريبل اديت اللي هي الشيفت تريلينج كليبس دي بتعمل ايه؟ عشان افهم ده لازم يبقى عندي فيديوهات قبل وبعد الشكل عندي. يعني مثلا انا لو افترضت ادي فيديو قبليه وفيديو تاني بعديه كده، تعالى نشوف هيحصل ايه. لو انا جيت هنا في السبيد ديوريشن دوست عليه وقلت ان انا مثلا محتاجه ازود وفي نفس الوقت يعني ازود السرعه وفي نفس الوقت اعمل ايه؟ ادوس على ريبل اديت. طبعا هلغي. ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان الفيديو ده احتفظ بالفراغ اللي موجود هنا. يعني الفيديو احتفظ بان الفيديوهات الفيديو اللي جاي بعد الفيديو اللي انا عملت عليه التعديل اتنقل لورا شويه. طبعا في الحاله دي دوست كنترول زد وعملت نفس الموضوع ده من غير ما اعلم على الخيار بتاع الريبل اديت شيفت تريننج ده، من غير ما اعلم عليه ايه اللي هيحصل؟ هيزيد وملوش دعوه بالفيديو اللي ورا ده يحصل فيه ايه. فادوس اوكي. ايه اللي حصل؟ طبعا ملى الفراغ وفي نفس الوقت ما عدلش مكان الفيديو اللي موجود. تعال نشوف ايه كمان تاني في السبيد ديوريشن. شايفين ال الخيارات اللي موجوده هنا؟ طبعا ابسط خيار عندي اللي هو ايه كرر لي الاطارات. يعني انا دلوقتي لو انا محتاجه طبعا عايزه الغي الفيديو ده عشان اعرف اتحرك، او ندوس كنترول زد نرمي الفيديو اللي ورا ده. لو انا عملت سبيد ديوريشن وفي نفس الوقت يعني كنت معلمه على ايه فريم سامبلينج ده بيكرر الاطار. يعني انا هنا دلوقتي لو زودت التايم عندي على الشاشه فهو بيكرر الفريمات. يعني مثلا أنا دلوقتي عندي 25 فريم في الثانيه، لو انا زودت فهيزود عدد الفريمات عشان يملى ايه الفراغات في الفيديو اللي هيظهر عندي. فده ابسط اختيار عندي. فانا بمجرد ان انا ازود هو هيعمل ايه؟ هيكرر الفريمات بحيث ان يزود التايم بتاع ايه الفيديو اللي انا طالبه منه كده. طيب انا عايزه اعمل ميوت للصوت عشان نعرف عشان التسجيل. تعال نشوف ندوس اوديو جين. لا مش اوديو جين، سوري، قصدي سبيد ديوريشن مره تانية. طيب الخيار اللي بعده بقى فريم بلندنج، ده بيدمج الاطارات اللي جنب بعض عشان يعمل حركه اكتر سلاسه في الموضوع. تعال نجرب. احنا هنعمل كنترول زد. تمام، ونجرب الموضوع ده من سبيد ديوريشن ونعلم على ده بيعمل دمج للاطارات. تعال نشوف تايم شويه كده. تعال نشوف كده، يعني تحس ان الحركه بقت احسن شويه. تمام، تعال نرجع تاني ندوس كنترول زد. بص هنا يعني عمل زي دمج بين الاطارين بحيث ان يبقى فيه زي احساس ان ايه الحركه اكتر سلاسه او اكتر مرونه يعني. تعال نغير وندوس مثلا، طبعا احنا هندوس كنترول زد عشان نشوف نفس الايه. تعال نشوف سبيد ديوريشن. هنختار المره دي الايه الاوبتيكال فلو. لو دوست اوبتيكال فلو وقلت اوكي هنزود تايم. دوست اوكي جيت شغلت، هتلاقي ان الحركه برضو ادتني اكتر احترافيه من الايه الخيارين اللي احنا اخترناهم قبل كده.
من الفريم سامبلينج والفريم بليندنج. هتلاقي الاوبتيكال فلو بيعمل تحليل للحركة في الفيديو وبيعمل إطارات جديدة بالكامل، يعني بيخلي بين الفريم واللي بعده لو احتاج فريم جديد بين الفريمين، بحيث ان النتيجة تبقى أنعم. طبعا ده بتكلم عند لما بطأ الفيديو أو أزود التايم. طبعا السرعة بتبقى مختلفة شوية، ان السرعة أنا عندي فريمات فهو بيقللها بس، لكن ما بيعملش أكتر من كده. لكن لما بطأ الفيديو، كل ما بطأ الفيديو ببص ألاقي الفيديو بقت فيه شوية تقطيع كده. فالخيارات دي بتحسن الموضوع، ما تبينش التقطيع ده. فأحسن اختيار عندي هو الأوبتيكال فلو. فأحسن اختيار عندي دايما بعلم على الأوبتيكال فلو عشان يعمل لي فريمات تحسن شكل الفيديو لما اجي اشغل. تمام. طبعا احنا كل ده بنشرح السبيد ديوريشن عشان نشرح كمان الريت ستريتش تول. ايه حكايه بقى الريت ستريتش تول دي بقى؟ الريت ستريتش تول هي نفس فكره السبيد ديوريشن بالظبط، بس كاني بشتغل يدوي بايدي من غير ما احط قيم معينه. يعني مثلا انا لما ادوس حرف ار او ادوس على السبيد ديوريشن من مكانها هنا اهو، فين سبيد ديوريشن اهي، سبيد ديوريشن. لما ادوس على الريت ستريتش تول او ادوس حرف الار وابتدي اشد كده، ايه اللي بيحصل هنا انا مش بقص، هنا انا بزود السرعه من غير ما اعدل في الفيديو. يعني اول فريم واخر فريم موجودين تمام، ما قصيتش حاجه في الفيديو، بس هي الفكره ان انا سرعت. يعني انا جيت شغل الفيديو كده الفيديو بقى سريع. كل ما انا اقلل في التايم السرعه هنا عندي هتزيد. طبعا انا ما عدلتش، ما قصيتش في الفيديو، لا انا سرعت الفيديو. دي وظيفه الاداه بتاعه الريت ستريتش تول. طبعا اول ان انا ابطأ هاجي من الناحيه الثانيه اشدها كده كده، انا بطأت نفس فكره السبيد ديوريشن بالظبط. بس هي الفكره دي ان حاجه بعملها يدوي بايدي. تمام. الاداه اللي بعد كده اللي هي الريميكس تول. الريميكس تول دي بتشتغل على الموسيقى. نختار اي موسيقى من عندنا اهي، شدها كده. محتاجه ان الموسيقى دي اقصرها شويه، فبدوس على الاداه بتاعت ريميكس تول زي ما انتم شايفين، باجي عند الاخر واشد كده. طبعا انا هزود التايم بتاع الريميكس تول بالاداه اللي احنا لسه واخدينها دلوقتي، ريت ستريتش تول. بندوس على حرف الار وبنشد عشان نزامن مع الموسيقى اللي عندي. تعال نشوف كده. طبعا زي ما انتم شايفين في تقطيع. تعال نجرب السبيد ديوريشن. ادي السبيد ديوريشن. هنزود التايم، وانا عايزه مثلا اقف عند رقم او عند الدقيقه 15، الثانيه 15 مثلا، فانا بزود كده خليها 16 مثلا، وادوس هنا واعلم على اوبتيكال فلو عشان التقطيع اللي موجود يبقى شكله احسن، وادوس اوكي واشوف هلاقي الموضوع بقى احسن شويه. يبقى الاداه ريميكس تول اللي هي دي بتشتغل على الموسيقى، فبشد كده على حسب. تمام. خلصنا الاداه ريميكس تول. في عندي اداه اللي هي البين تول. طبعا البين تول هتلاقي موجوده هنا في الجزء ده. طبعا بتدوس الشورت كات بتاعها اختصارها بي. دي مهمه جدا. بتعمل ايه الاداه دي؟ اولا احنا ينفع نرسم بيها، لكن يعني ما اقولكش ان الحاجه تطلع، لان طبعا هي ما هياش زي الالستريتور او الفوتوشوب. هي الاداه دي بنرسم بيها اشكال. مثلا لو انا محتاجه
بمنتهى البساطة تعالوا نرسم بالبين تول أي شكل أهو، أي شكل أنا عايزة أرسم مربع، عايزة أرسم مستطيل، عايزة أرسم مثلث، زي ما أنا عايزة. طبعًا أنا عشان معلّمة على نفس الشكل ورسمت، فهو رسم على نفس الlayer أو نفس الtrack. لو عايزة أرسم شكل مختلف، فأنا هاعلّم في أي حتة فاضية كده وابتدي أرسم في شكل مختلف. طبعًا استخدام الأداة بالشكل ده مش يعني مش كتير، إحنا ما بنستخدمهاش كتير في موضوع الرسم ده، لإن ليها استخدامات تانية أهم في البريمير. طبعًا أنا هالغي دول، هنلغي دول ما لهمش لازمة طيب. في إيه بقى استخدامها التاني اللي ممكن نستخدمها بيه؟ طبعًا هنا عملنا shape drawing إن إحنا رسمنا شكل. طيب إيه تاني استخدامها؟ ممكن نستخدمها كماسك. ماسك يعني إيه؟ إن أنا أقص الشكل اللي ظاهر عندي يبقى ظاهر جزء منه. تعالوا نحط مثلًا أدي الطيارة ونحط شكل تحتها أو أي فيديو تحتها عشان يبان الفكرة عندي. تعالوا نحط تحتها يعني أي شكل كده. تحت الطيارة. طبعًا ليها استخدام تاني اللي هي الpen tool، ممكن نستعملها كماسك. باعلّم على الفيديو وعندي هنا من الأداة هنا الشكل ده اللي هي الأداة اللي موجودة هنا، باعلّم عليها وابتدي أعمل طبعًا زي ما أنتم شايفين أديني عملت شكل قص لي بقية الجزء ده بس اللي ظاهر والباقي ده اسمه الماسك. تمام؟ ده كده أنا عملت ماسك للشكل اللي عندي. طبعًا نفس الفكرة بالنسبة، طبعًا ندوس Ctrl Z، نفس الفكرة بالنسبة للدايرة أو المربع. برضه باعلّم من هنا وادوس هنا أدي مربع. المربع زي ما أنتم شايفين أهو، معلش هي بطيئة شوية. نعمل render فندوس Enter عشان يظهر عندي الشكل. أحيانًا ما بيبقاش ظاهر، فإحنا بندوس render عشان يظهر عندي. زي ما أنت شايف كده أدي المربع، طبعًا ظاهر جزء من المشهد. حبيت مثلًا أكبّره كده، ندوس نعلّم على أول مربع هنا وعلى المربع التاني ندوس Shift وبعدين نسحب زي ما أنتم شايفين كده. ممكن أنا طبعًا أدوس برّه وبعدين أرجع أعلّم على المربع. أدوس Shift وأسحب أهو. أدي أدي الطيارة. أنا عايزة أوطّي الصوت، هاعمل mute عشان الدوشة. أهو زي ما أنتم شايفين أهو. ده وظيفة الpen tool اللي هي، وطبعًا الshape كلّها الدايرة أو المربع وظيفته إنه يعمل mask للشكل. طيب إيه تاني ليه وظيفة تانية؟ ليه وظيفة تانية. طبعًا الmask ده معناه إن أنت بتخفي جزء وبتظهر جزء تاني على حسب الشكل اللي أنت راسمه. طيب تعالوا نلغي الفيديو اللي موجود ده، نخلّي في فيديو واحد. طيب تعالوا نوسّع كده ونشوف الفيديو. طبعًا عايزة ألغي الmask. طبعًا عشان ألغي الmask باجي عند آآ effect وcontrol وباعلّم على الباص ده أو الmask اللي الموجود هنا وادوس delete فيرجع لي الشكل. كده أنا لغيت الmask. تعالوا نوسّع الفيديو كده نشوف شكله. لو أنا جيت كبّرت كده شوية هنا وكبّرت كمان الصوت. طيب طبعًا أنا محتاجة أظهر شايفين الخط اللي أنا عملته ده دلوقتي اللي هو show audio key frame. ده المكان اللي أنا هارسم فيه أو أحط فيه كي فريمات
عشان أغير أو أعدل في ارتفاع وانخفاض الصوت. نفس الفكرة برضو عايزين نعملها في الفيديو. شو فيديو كي فريم زي ما انتم شايفين ظاهر عندي الفيديو ده. طيب أنا الخط قصدي اللي موجود ده، طيب أنا لو جيت شديت الخط ده لتحت شوية إيه اللي يحصل؟ تعال نشوف كده. لو شديته كده إيه اللي حصل؟ عمل لي فيد للصورة، يعني خلاها أكتر إنها شفافية، يعني شفافة أكتر. طيب تعال نرجعه كده تاني مكانه. لو أنا جيت بالبين تول وعلمت عملت بوينت أو كي فريم كده زي ما انتوا شايفين كده، خلي كي فريم في الأول، أول الفيديو هنا، وهنيجي في الآخر نعمل كي فريم هنا وكي فريم هنا. وجيت بقى إيه بالأداة بتاعة السليكشن تول أو بدوس في وابتدي أشد الإيه البوينت دي اللي موجودة أو الكي فريم ده. تعال نشد هنا ونشد هنا ونشوف إيه اللي هيحصل، ونعرض الفيديو ونشوف شكل الفيديو هيبقى عامل ازاي. طبعا هنا البوينت مش جايه بالظبط في اول الفيديو بس مش مشكله، المهم الفكره تبقى قصاد. بقى ايه اللي حصل؟ دخل هنا عملت ايه فيد ان هو ابتدى النقطه مش باينه وابتدت ايه تزيد لغايه ما ظهرت الصوره كامله. نفس الفكره في الاخر عملت فيد اوت هنا وابتدت ايه تختفي. طبعا انا في امكاني ان انا العب زي ما انا عايزه هنا، اخفي اظهر بالبين تول، ازود الفريمات اللي انا عايزاها وابتدي بايه بالفي، ارجع تاني بالسلكشن تول اعدل فيه. وطبعا هنا الارتفاع معلي على الاخر بتظهر ايه الصورة الفيد واضح، ولما بنقص اللي بيحصل بتخف. ممكن انزلها قوي تخليها ايه صفرة تظهر سودة خالص زي ما انتم شايفين كده. طيب ايه تاني بنعمله بأداة البين تول؟ برضو نفس الفكرة بالنسبة للايه للصوت. تعالوا بالأداة البين تول هندوس حرف بي وندوس ايه نحط نقط كده في المكان اللي احنا يعني شايفينه مناسب. هنلغي الميوت عشان نفهم بقى ايه اللي حصل. تعالوا بقى لو انا جيت ورحت منزله دي تحت كده، الكي فريم ده نزلته تحت وجيت نزلت هنا ايه كمان تحت. طبعا انا عايزه انزل الكي فريمات دي شويه كده لان الصوت عالي بيغطي على التسجيل. طيب تعالوا نشوف كده. لو انا جيت ظهر في البدايه الصوت واطي وابتدى يظهر بالتدريج لحد ما ايه ما ظهر الصوت عالي تاني. تعال نعليه شويه كده. تعال اسمع الصوت. طبعا دي بعض ايه استخدامات البين تول. طبعا فيد ان الصوت بيبتدي هادي، يعني بيبتدي قليل منخفض وبعدين يعلى، وبعدين في الاخر برضو نفس الفكره اللي هي الفيد ايه اوت اللي هو بيبتدي عالي وبعدين ايه يفضل يقل لغايه لما ايه يختفي. ونفس الفكره برضو في ايه في الصوره، نفس الفكره في الصوره. طيب انا عايزه الغي، ممكن ان انا الغي اعلم عليها كده ودوس ديليت، الغيها عادي. اعلم عليها ديليت بتتلغي عادي جدا اهو، ما انا مش محتاجه حاجه، مش محتاجه في المكان ده، بلغي الكي فريم عادي جدا. طبعا الصوت هنا ايه النتيجه بقى بتبقى صوت سينمائي هادي. ابتدى يعني منخفض وعلي وبعدين رجع تاني يقل. طبعا ده كله بقى احنا كده اشتغلنا بأداة البين تول على الأوباسيتي وعلى الصوت. واستخدمنا برضو في الإفكت كنترول، استخدمناها هنا في الإفكت كنترول إن احنا في إمكاننا نعمل ماسك للفيديو اللي موجود. طبعا نفس الفكرة بالنسبة لاستعمالات الشيب تول اللي هي المربع والدايرة والبوليجون. هنقف في حتة فاضية كده ونعمل مربع زي ما احنا عايزين. هنقف في أي حتة فاضية نفس الفكرة، هنعمل مربع برضو. نرجع تاني نقف في حتة فاضية لأن أنا مش عايزة يبقى كله على نفس تبقى كله على نفس التراك. فأنا هقف في حتة فاضية تاني ونعمل إيه دايرة
طبعا شيفت بتخليني اعمل الدايرة مظبوطة قوي. لو انا عايزة اعمل بيضاوي مش هدوس على شيفت، هعمل كده واحدد الشكل اللي انا عايزاه. طبعا انا عملت الدايرة والبيضاوي على لاير، وعملت المربع على لاير تاني. فانا لما اجي اعلم على اللاير ده هقدر ان انا ايه، او التراك ده هقدر ان انا اغير في الالوان. تعال نشوف هنا الشيب، هتلاقي عندك حاجة اسمها شيب، تعلم عليها وتغير. طبعا الديفولت هنا اللون الرصاصي او الجراي، عايزة اغير لونه زي ما انا عايزة، اخليه اخضر، اخلي اي لون، ادوس اوكي هيتغير اللون. تعال نقف على الفريم التاني او التراك التاني ونعلم على الكليب. نفس الفكرة، هدوس هنا. طبعا مديني حاجتين، مديني التعديل اللي ممكن اعمله في اول شكل، هو مديه مثلا مسميه شيب او شيب 2. تعال نعدل في اللون نشوف مين اللي هيتغير فيهم. اهو الازرق اللي هي ايه، البيضاوي. وتعالوا نشوف مثلا لو دوسنا على شيب 1 وعدلنا، هيعدل في ايه، في الدايرة. ادي ايه، تعديل في الدايرة. ده وانا محتاجة اعمل حاجة سريعة كده، احط مثلا شكل اشرح فيه حاجة او اكتب مثلا عليه كتابة معينة على نفس الفيديو. تمام. طبعا زي ما قلنا نفس الفكرة، الدايرة والمربع والبين تول بيعملوا ماسك. تقدر تعمل ماسك لأي فيديو موجود عندك. عندي الأداة مهمة جدا اللي هي الأداة التكست تول. أنا محتاجة إن أنا أكتب، لو أنا محتاجة أي فيديو أكتب عليه كتابات، فأنا بعلم على أداة التكست تول وروح معلمة كده عاملة مستطيل، أضغط وأسيب وأكتب اللي أنا عايزاه. هنا ممكن أكتب مثلا إيه above the clouds، بس طبعا هي مش باينة أوي، فهنغير اللون ونختار. عايزين نقف على properties هنا، نكبر الكلام شوية. طبعا هنا لما أجي أكبر بكبر من هنا، هي مقاس الكتابة 117، أخليها بولد من هنا. نختار أي فونت مناسب. هنا اختيار الفونتات، بس احنا لازم يعني في فونتات عربي وفي فونتات طبعا إنجليزي. مثلا اخترت ده، يعني مش حلو قوي، نشوف حاجة تانية. نغير طبعا اللون، خليه مثلا، خليه كحلي مثلا. هنشوف هنا شكله ايه. هنشوف ادي باب ذا كلاود. نغير الفونت عشان يبان احسن. مثلا لو حبينا نوسطن الشكل، نوسطن الفونت، هننزل تحت. طبعا هنا مكانه داخل المستطيل، يعني مثلا في النص. ده من حيث الايه، ان يبقى فوق وتحت نفس المسافة او ايه. وطبعا هنا في النص من ناحية اليمين او الشمال، يبقى في النص بالظبط. لو نزلت تحت هتلاقي برضو ايه. طبعا هنا طبعا انت عارف، لو انا بكتب باراجراف هيبقى دي المسافة بين السطور، وهنا طبعا المسافة بين الحروف. هنا برضو نفس الفكرة، ده بيتكلم على نسبة الطول للعرض بالنسبة للحرف نفسه. عندك هنا برضو هتلاقي ممكن انت لو انت عايز تعمل ستروك للكتابة وتعدل من هنا برضو كل تأثير من ده هتشوف ايه شكل مختلف. هنا بقى الباك جراوند. باك جراوند ده الباك جراوند بتاعت الخط نفسه، يعني الخط نفسه اهو ممكن اعمل له باك جراوند. تعالوا نخليها مثلا لونها اصفر مثلا. تمام. ادي ايه الباك جراوند. طيب ايه الفكره دي ايه بقى، ده الاوباسيتي بتاع المستطيل ده. المستطيل الاصفر ده سواء كنت عايزاه خفيف شويه او عايزاه ايه اصفر واضح قوي براحتي. ماشي. اخليه فيدت شويه، عايزاه اكبره شويه بحيث ان هو يملى شويه المكان عشان ما يبقاش ايه، زي ما انت شايف كده كبرته عن طريق هنا. نفس الفكره دي. ممكن اعمل له كيرف عشان يبقى شكله كويس.
ممكن نعمل له ظل للكتابة، يعني عمل لي ظل للكتابة مش للإيه، مش للمستطيل. شايف؟ أنا شايفاها مش عاجباني، هعلم عليها مرة تانية، هلغيها. طبعا اللاين ده بتبقى مع التكست، مع إيه، الستيج نفسها، يعني متوسطنة مع الفيديو نفسه. طبعا هنا البوزيشن لو أنا محتاجة أغير مكانه، يعني مثلا أجيبه يمين أجيبه شمال، عايزة محتاجة أرفعه شوية لفوق أو أنزله تحت عن طريق إن أنا أغير القيم. هنا طبعا بنغير الأنكور بوينت. طبعا إحنا عايزين نتكلم على الأنكور بوينت بس مش وقتها دلوقتي. السكيل طبعا بكبر الايه الكتابة نفسها بالسكيل، مش بإيه مقاس الايه الفونت. طبعا الروتيشن هنلفها، مش محتاجين ان احنا نلف دلوقتي. عندي الاوباسيتي بيخلي الكتابة ايه فيدت شوية. تمام. طبعا كل دي اعدادات خاصة بالكتابة الموجود. طيب تعالوا نشوف موضوع الانكر بوينت. إيه لو انت لاحظت هتلاقي الانكر بوينت موجودة فين؟ غالبا الانكر بوينت بتبقى فوق في الجنب في الزاوية اللي فوق دي. تعال نشوف هنا، لو دوسنا هنا هتلاقي الانكر بوينت فين؟ في الزاوية دي. فانا لما اجي اعمل روتيشن للشكل فبيلف حوالين الانكر بوينت اللي انت ايه شايفها في الشكل ده. فانا مش عايزاها كده، انا عايزه مثلا لما اعمل روتيت اخلي الروتيت ايه يبقى في في النص مثلا. فانا ممكن ايه باجي بعلم على الانكر بوينت كده بشدها واخليها ايه في نص الشكل. تمام. فانا لما اجي اعمل انيميشن هبقى محتاجه ايه، محتاجه اعمل روتيت، بس طبعا من الايه من افكت كنترول. تعال نشوف الافكت كنترول هنا. عندي طبعا البوزيشن وعندي السكيل وعندي الروتيشن. فانا ممكن هاجي من اول الفيديو واسيب مثلا كام فريم كده واروح ايه مثبته الروتيشن هنا على اساس ان انا عايزه الشكل النهائي هيبقى نفس الشكل ده. واجي اطلع في الاول خالص كده شد من هنا او من تحت مش هتفرق، واعمل ايه روتيشن. فطبعا كده الروتيشن هيبقى ايه بيلف حوالين الانكر بوينت اللي في النص. طبعا ممكن نعمل ايه كمان، ممكن نعمل اوباسيتي. تعال نعمل اوباسيتي. هنقف على اول فريم احنا اشتغلنا عليه اللي هو ده، وانا محتاجه هنا اثبت الاوباسيتي بحيث ان احنا ايه يبقى واضح، يبقى في الاخر هيظهر عندي بالشكل ده. وارجع لقدام كده واعمل فيدد او اخفي الشكل اخليه ايه صفر. فلما اجي اشغل الفيديو هيعمل لي الحركه دي. طبعا انتوا شايفين الحركه. ممكن نعدل في اماكن الكي فريم عشان يديك احساس بالايه. انا المفروض اقف على التكست، خلي بالك ان انت ممكن تغلط وتقف على فيديو تاني مش التكست. فانا لازم اقف على الحاجه اللي انا هعدل فيها. تعالى بقى الكي فريم ننقله قدام شويه. في حاجه بقى في الانيميشن انت ممكن تعملها في الكي فريم تخليها ايز ان او ايز اوت، بحيث ان يدي شويه، يخلي الحاجه يعني فيها شويه ايه سموث شويه. طبعا هنا فيد ان بتخليك ان انت ايه تبتدي الحركه سريعه شويه وبعدين تبقى بطيئه شويه. مثلا لو جيت عملت في الروتيشن هنا، لو انت لاحظت هتلاقي هنا في كام في ايه في الكي فريم هنا. لو عدلت شويه في ال في الكيرفات اللي هنا هتعرف هتفهم الفكره. فالتعديل هنا هيخليك تغير. هبص عملت الحركه ازاي، تحس انها ايه لفت ورجعت تاني عن طريق اللعب في الايه. ممكن نعمل كده، لو نزلت تحت هتديني احساس ان هي ايه بطيئه شويه. هتبتدي بطيئه تبتدي سريعه بعدين تبطأ. طبعا ايه حسيت ان في ايه حركه هنا ايه قطعه شويه. فانا هرفعها تاني، شد الايه ده كده شويه وحرك كده شوف الفرق.
بص الحركة، كل ما تجرب هيطلع لك أشكال مختلفة كتير. ظريفة الحركة. ممكن أشد كده يحس إن هي تبتدي عالية شوية، سريعة شوية، بعدين تبطأ، وبعدين ترجع تاني إيه الحركة تعلى شوية معايا كده. تمام كده عملنا أنيميشن للتكست تول. طبعا وعرفنا إن إحنا لما نيجي عايزين نعدل مرة تانية، لو إحنا مثلا عايزين نعدل في الألوان أو في أي حاجة، فبنعلم على التكست كده، بنعلم عليه ونبتدي إيه نعدل أي تعديل إحنا محتاجينه، بنعدله من هنا. عايز تحط له تغير لونه، تعمل له روتيشن، تعمل له هو اصلا بس طبعا الاوباسيتي اللي هنا في هنا غير الافكت كنترول. يعني افكت كنترول عملت له اوباسيتي وهو اصلا معمول له اوباسيتي في الايه في البروبرس بتاعته. فانا لو غيرت هنا في الاوباسيتي هنا هيغير لي في الايه، هتحس ان في ايه في تعديل في الشكل. مثلا لو عملت كده 100%، تعال ندوس بره عشان نشوف الشكل عامل ازاي. فرجع تاني ان هو ايه باين واضح. عايز اعمل عكس الانيميشن اللي هنا بمنتهى البساطه، هعلم عليه، لازم اعلم عشان يظهر عندي. فانا هاجي هنا احط كي فريم تاني عشان اثبت يبقى نفس الايه الشكل. هنا نيجي هنا مثلا نعمل له روتيشن بس الناحيه التانيه كده، وننزل تحت شوف الاوباسيتي، نحط فريم هنا في الاوباسيتي، ونرجع تاني ايه نعمل له فيدد هنا اللي صفر بحيث ان هو يختفي خالص. تعالوا نشوف الشكل عامل ازاي. تمام تمام كده ايه عملنا ايه انيميشن بسيط للتكست. احنا كده خلصنا المحاضرة النهاردة. محتاجاك تعمل مشروع سريع، هتاخد تعمل تستخدم تستعمل كليب ايا كان الفيديو اللي انت تختاره، تعمل له ريت ستريتش، تعمل له تستخدم البين تول، تستخدم الادوات اللي احنا استخدمناها النهارده، تضيف اشكال دايره او مربع، وتكتب نص، وتعدل طبعا في الالوان فيه. خلصنا احنا كده ادوات التايم لاين تقريبا. وفي الدرس الجاي هنبدا ندخل في مرحله جديده. الدرس الجاي هنتكلم على الإفكت بصفة عامة، ناخد أغلب الإفكتات المستخدمة في البريمير. أشوفكم الدرس الجاي مع الإفكت. ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، ولو الفيديو عجبكم اعملوا له لايك وشاركوه مع غيركم، واستنونا الفيديو الجاي. شكرا لكم.